the cyber world. I am the mysterious hacker profile. Codes are my weapons. Exploring the unknown cyber realm. مساء الخير عليكم. بعد ما اتعلمنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت ازاي بنشتغل على جوجل كولاب، النهاردة خليني اقول لكم ازاي ب3 سطور بس من الكود هنقدر نعمل تحليل المشاعر او تحليل النصوص. آه، خلينا نبدأ بحاجة اسمها بيب انستول، وخلينا نقول ان بيب انستول دي هنسطب بيها بعض المكتبات زي ترانسفورمرز، ودي مكتبة مشهورة وهنعتمد عليها بشكل كبير، وهنسطب كمان مكتبة تانية اسمها URLL library 3، وده رقم الفيرجن بتاعها اللي هنعتمد عليه في التاسك دي. كده زي ما حضراتكم شايفين احنا سطبنا المكتبتين دول، وهنبدأ بقى ننادي عليهم بلغة البرمجة أو نستدعيهم. طيب هنعتمد على موديل اسمه ايه؟ الأول هنروح على موقع اسمه هاجن فيس ونجيب اسم الموديل اللي احنا هنشتغل عليه وهتكلم عليه دلوقتي، وبعدين هنبدأ نقول from transformers import pipeline. البايبلاين دي هنا جزء من المكتبة بتاعة transformers، عشان احنا مش هنستدعي المكتبة كلها، هنستدعي بس الجزء بتاع pipeline. وهنا هنكتب اسم الموديل اللي احنا حصلنا عليه من هاجن فيس، اللي هو المفروض متخصص في تحليل المشاعر أو تحليل النفس. هنا حطينا variable اسمه default model وكتبنا فيه اسم الموديل اللي احنا نشتغل عليه، وبعد كده هنكتب بقى منه احنا اتكلمنا من شوية على البايبلاين، وقلنا بقى ان البايبلاين دي جزء من المكتبة بتاعة ترانسفورمر. البايبلاين هنا بتاخد او بتعتمد على 2 بارامتر. اول حاجة الموديل او اسم الموديل زي اللي احنا كاتبينه في الاخر ده دي سمول موديل دي، اللي هو ديفولت موديل احنا معرفينه في السطر اللي قبله. بعد كده البارامتر التاني بتعتمد عليه هو التاسك نفسها، او اللي هي هنا عندنا اسمها تكست كلاسيفيكيشن. وهنيجي هنا في جزء البرومبت او التكست اللي زي ما تسميه يعني حضرتك، هنكتب التويته اللي احنا محتاجين ان احنا نحللها ونقول له print output. هنلاقي هنا ان الموديل بدأ يصنف الاوتبوت عندي ان هو نيجاتيف، لان هو التويته اللي احنا معتمدين عليها دي كانت احد العملاء بيشتكي ان الاكل اتأخر في المطعم. هي طبعا سلبية، وبيقول لي هنا ان هو واثق من النتيجة دي بنسبة 99%. بس كده وبال3 سطور دول بس من الكود انت عرفت ازاي تقدر تعمل تحليل المشاعر. وقابلكم في الفيديو الجاي. انا ايمان علي ودي سايبر توكس.